ولادنا بقى بيطلبوا اكل الشارع كتير، وطبعا اكل الشارع بقى مكلف وغالي جدا، وفي نفس الوقت اكل البيت انضف بكتير واحلى بكتير، وبرده مش هيبقى بنفس التكلفة. تعالوا بقى نشوف الكريب الجميل جدا اللي احنا شايفينه قدامنا ده عملناه ازاي بطريقة اقتصادية، بطريقة سهلة وسريعة، وحاجة كده في البيت مش هنميزها عن بره ابدا. شايفين؟ تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الجمال ده مع بعض ازاي. انا هنا هتعامل بالخلاط وبالكوباية او المج الشاي العادي. هحط فيه 3 كوبايات من المج الشاي او مج المية اللي احنا شايفينه ده في الخلاط. هحط المية الاول، بعد كده عندي الدقيق 3 كوبايات بنفس المج اللي انا عايرت بالمية، 3 كوبايات الا ربع. هحط بقى معلقة سكر كبيرة ومعلقة ملح صغيرة، وبعدين احط الخليط ده على المية في الخلاط، وهحط معلقتين من الزيت النباتي العادي. هبتدي بقى اضرب الكلام ده في الخلاط، ولو عايزه اعمله بالمضرب اليدوي برضه هيديني نفس النتيجه. الاسهل بالنسبه لنا والاسرع نتعامل بيه، اللي موجود هنتعامل بيه. من وقت للتاني بقى انا بفتح الخلاط كده وانزل اللي في الجوانب عشان ما يبقاش عندي تكتلات من الدقيق، وفي نفس الوقت بساعد الخلاط في ضرب الدقيق والميه مع بعض. شايفين؟ بعد كده بقى هوصل للقوام المظبوط جدا ده. شايفين القوام يا جماعه مظبوط جدا معايا. لازم اعمل بقى الخطوه دي اللي هي لازم اصفي الكريب عشان لو في اي تكتلات معايا او اي دقيق ما اتضربش معايا ينزل وما يبقاش عندي تكتلات كده في الكريب بتاعي. شايفين هو بينزل بكل سهوله لوحده على فكره اهو. وانا في الاخر كده بعمله بمعلقه او حاجه عشان لو في اي حاجه معايا متكتله بتنزل معايا. بعد كده هسيبه بقى يرتاح على جنب. هغطيه مثلا بستريتش او بفوطه مطبخ اي حاجه، المهم ان انا اسيبه 10 دقايق كده يرتاح على جنب. عندي بقى هعمل حشوه بسيطه كده باللي موجود عندي. انا عندي قطعه من صدر الفراخ حاجه صغننه كده، فحطيت معلقتين من الزيت ونزلت فيها بقطع الفراخ اللي عندي، وابتديت اشوحها في الزيت ده. هستنى لما يبتدي يغير لون معايا. طبعا احنا عارفين ان الفراخ ما بتاخدش كتير في التسوية بتاعتي، مجرد ما بتغير لونها معايا بتبقى دخلت برضو في التسوية. وانا مقطعاها كمان مكعبات صغيرة فمش هتاخد وقت معايا. اول ما ابتدت تغير لونها كده احط بقى اي حاجة انا عايزة احطها. انا هنا هحط بصل انا مقطعاه جوليان او مقطعاه جوانح زي ما احنا شايفين. دول بصلتين، تمام، بصلتين متوسطين يعني او بصلاية كبيرة. كميات بقى في الحشوة دي بتاعتنا احنا يعني مش هنمشي بالظبط يعني. هحط بقى عندي شوية توابل كده عبارة عن ملح وفلفل وبهارات فراخ وشوية من البابريكا، ولو في شوية سماق في التتبيلة او الحشوة دي هتبقى حلوة جدا. احنا نقدر نقول ان الحشوة دي شوية قريبة من الفاهيتا. انا بقى بحب الاكل الحادق والحلو مع بعض، فكان عندي دبس رمان هحط كمان معلقة منه، واللي ما بيحبش ما يحطش، واللي مش موجود عادي. اللي عايز يحط بديل الدبس الرمان يحط معلقة من العسل الاسود، ولو ما فيش خالص ممكن الاستغناء عنها ما فيش مشكلة. بعد كده عندي شوية فلفل بقى، فلفل عادي او فلفل الوان المتاح بالنسبة لي هستعمله. هحط بس الفلفل وهقلب فيه 3-4 دقايق لما الفلفل يدبل معايا، وكده الحشوة بقت جاهزة عندي. هنسوي بقى الكريب بتاعي. انا عندي طاسة، ما عنديش الطاسة بتاعت الكريب دي، طاسة تيفال عادية. فلازم ان انا احط الكريب فيها ما تبقاش سخنة قوي معايا، لان هي لو سخنة هتمسك في العجين بسرعة ومش هيتفرد قوي معايا. لازم تبقى دافية حاجة بسيطة، وابتدي انزل الكمية بتاعتي اللي هي على قد الكريباية بتاعتي، وبعدين ابتدي افردها وانزل بقى على البوتاجاز على نار عالية شوية. بعد كده هدي النار عليها من وقت للتاني. اول ما تتشمع هقلبها من الجنب ده للجنب ده لما تاخد لون بسيط جدا معايا، اللي هو تكون دخلت في التسوية ما بقتش عجينة معايا. شايفين؟ بصوا بقى الجمال ده كده. هنعمل كمان واحدة معاكم اهو. لازم اهدي البوتاجاز عشان خاطر الطاسة تهدى معايا، بعد كده احط الكريبايه اللي بعد كده. شايفين؟ اول ما بتبتدي تاخد معانا لون كده بس كده، لازم بقى اطلعها على قماشة مطبخ او فوطة مطبخ بحيث ان هي تفضل طرية معايا كده. هطلعها على فوطة واغطيها كمان بفوطة. شايفين الكريب ازاي طري وجميل معايا يا جماعة؟ هبتدي بقى احشي ازاي. انا هاخد الكريب وهتنيها تانية بسيطة كده، الحشو العادي اللي احنا عارفينه بقى. ادي الحشوة اللي احنا عاملينها مع بعض،
وانا كنت محمره هنا شويه بطاطس، عندي شويه جبنه، عندي ميكس كده من الكاتشب على المايونيز. يعني اللي متاح بالنسبه لي بقى، انا مش هقف على حاجه. هبتدي بقى احط الحشوه كلها زي ما احنا شايفين كده، وابتدي بقى الم الكريب على بعضها اهو، يمين على الشمال وكده اتلمت ايه معايا، وده شكلها. هعمل بقى الكميه كلها بنفس الطريقه. وبعد كده لازم احط بقى الكريب بتاعي يتحمص معايا على البوتاجاز، عشان ما بقاش باكل عجين. التحميصه دي هتديني طعم حلو قوي في الكريب بتاعي. شايفين؟ طبعا انا الكريب بتاعي صغير لان الطاسه بتاعتي كانت صغيره. لو في طاسه اكبر من كده وعملناها يبقى اكبر في الحجم عادي، مفيش مشكله. هنا حطيت شويه من الزيت كده وابتدى يسخن معايا. لما سخن ابتديت انزل بالكريب بتاعي اهو، ومن وقت للتاني بقى هقلبه من الجنب ده للجنب ده، بحيث ان هو ياخد ايه ينشف معايا، يبقى كريسبي كده، بيبقى طعمه حلو جدا لما بيتحمص. شايفين اهو؟ عادي بقى وانا بقلبه ممكن يقع منه حاجة، ببتدي المه تاني ادخلها جوه الكريب، يعني بظبط شغلي. انا هنا بقى وانا بقلب كده ابتدى ياخد معايا لون، وحسيت ان هو لسه ما اتحمصش، وابتدى يعني زي ما يكون هيتلسع كده. فحسيت ان هو كان محتاج كمان شوية زيت، فحطيت له كمان شوية زيت في الطاسة عشان ياخد تحميصة حلوة وما يتحرقش معايا او ما يبقاش طعمه زي المحروق. شوفوا اللي كان بينزل منه كنت بدخله تاني بيخش بكل سهولة. والجبنة اللي فيها برضو كانت بتمسك الحشوة. بعد كده كل ما الكريب بيسخن الجبنة بتمسك للحشوة اللي فيه. شايفين؟ رجعت حطيت نقطة زيت بسيطة جدا لما حسيت ان الطاسة نشفت معايا ولسه ما وصلش للدرجة اللي انا عايزاها، او درجة التحميصة اللي انا عايزاها. اول ما ياخد بقى اللون من الجنبين، اللون الحلو اللي انا عايزاه، هبتدي ارفعه من على البوتاجاز وبيبقى كده جاهز معايا. شايفين الجمال يا جماعة؟ حاجة كده كانت ريحته حلوة قوي وكان طعمه جميل جدا، وبجد احلى من اللي بنجيبه من بره، واوفر وارخص. طبعا الحشوة بتاعتي مش هنقف على الحشوة اللي انا عاملاها، ممكن لو في لانشون، لو في جبنة مفرومة، لو في عايزين نعمله اقتصادي نعمله مثلا ببطاطس بطاطس وجبن، ممكن جبن بس. المتاح بالنسبة لنا هنحشي بيه. طبعا ده شكله يا جماعة بعد ما خلص معايا. انا مش عايزة اقول لكم كانت ريحته عاملة ازاي وكان طعمه عامل ازاي. الشكل طبعا هو باين حاجة كده جميلة. ومن الاخر جربوها وادعولي. واللي وصل الفيديو لغاية هنا يا ريت بقى ما ينساش اللايك عشان تشجعوني ان انا اكمل في القناة يا جماعة، ونستفيد ونفيد غيرنا. وخلاص كده خلصنا، والسلام ختام.